مساء الخير عليكم. انت طالق، اقصر جمله ممكن حد يقولها، لكن بدايه اكبر اذى نفسي ومادي واجتماعي للطرفين. احنا النهارده قدام تغييرات اجتماعيه خطيره. عندنا 750 حاله طلاق يوميا، يعني حاله كل دقيقتين تقريبا. ارقام بتقول ان شكل العلاقات الاسريه في مصر بيتغير. يعني مثلا يا احمد، السنه اللي فاتت حالات الجواز قلت بنسبه 2.5%، وقصادها الطلاق زاد بنسبه 3.1%. وصلنا اننا بين كل 3 حالات جواز منهم حاله انفصال. بس المشكله الحقيقيه مش في الطلاق نفسه، المشكله بتبدا بعد الطلاق، ما بين نفقه، حضانه، رؤيه، تنفيذ احكام، والاف القضايا اللي بتوصل محاكم الاسره كل يوم. والمشاكل تقف عند كده وبس؟ لا طبعا، ازاي؟ ده منع الرؤيه ونقل طفل بدون اذن ومشادات قدام الاطفال بتدمر نفسيتهم. وده اللي الدوله شغاله عليه حاليا، تعديلات جوهريه في قانون الاحوال الشخصيه. والناس مستنيه تشوف التعديلات اللي هتحل فعلا الازمات اللي بقت متكرره في كل بيت. حلقه النهارده عن مين ليه ايه ومين عليه ايه، حقوق الزوجه وحقوق الزوج، النفقه والرؤيه والحضانه وغيرها. واهم سؤال في كل دول، هل القانون فعلا منصف ومنجز؟ ويشرفنا يكون معانا ضيفنا المستشار علاء حلاوه، المحامي بالنقض والدستوريه والاداريه العليا. اهلا بحضرتك يا استاذ علاء. اهلا بحضرتك. ربنا يكرمكم. استاذ علاء، اول سؤال عايزين نساله، دوافع ارتفاع نسب الطلاق في مصر. الحقيقه يعني انا عايز اعقب على حضرتك قلتيه في الانتريو، ان حضرتك قلتي انت طالق، دي اسهل كلمه بتتقال. الاصعب منها لما يقول لها اطلعي بره. انا اعتقد ان اللفظ ده يتنافى مع المروءه، يتنافى مع الرجوله. ما ينفعش تيجي في يوم بعد ما كانت زوجتك لك رحم وبينكوا اطفال واللي بينكوا اعصاب ودم وعطاء ما بينكم، تيجي في يوم تقوم قايلها اطلعي بره وتقوم مشوح بايدك كده. الكلمه دي من اصعب الكلمات اللي بتتقال في الحياه، لان هي ساعه ما هتخرج بره البيت، حتى لو هترجع بيت والدها او ترجع عند اسرتها، هتفاجئ ان هي عشان تقعد لازم تقعد تحكي، اصل انا اختلفت مع زوجي على كذا وكذا وكذا. لكن المروءه تقول ايه؟ اطلع انت بره. اختلفت معاها، سيبها مع الاولاد، ملكه متوجه في بيتها، واطلع انت بره. صدقيني نص المشاكل هتتحل، لانه هيغيب 3-4 ايام. اولا هو مش مطالب يبرر لحد انا طلعت بره البيت ليه، رجع بيت اسرته، رجع بيت مامته، رجع بيت والده، رجع عند صديقه، نزل في فندق، هو حر. فقعد لما هدئت المشكله وتوازن يرجع البيت، يوم يبدا يتكلموا، يبقى في لغه حوار قيمها يسودها الود، الاحترام ما بينهم. لكن مش بينها ساعه ما بيقول اطلعي بره، دي اصعب من انت طالق. بالنسبه للسؤال بتاع دوافع الطلاق، الحقيقه ارتفاع معدلات او نسب الطلاق يرجع برضو ان عددنا 108 مليون مواطن في جمهوريه مصر العربيه، والدوافع تتعدد. يعني قضائيا لما بيتعرض علينا مشاكل، في بعض المشاكل بنحاول فيها كمحامين اتدخل للاصلاح، لان ده امر شرعي وجوبي، نحاول نتدخل للاصلاح بين الزوجين. لكن الحقيقه بتيجي حاجات بتبقى بمتنع عن التدخل فيها، زي لو احد الزوجين بيتعاطى المخدرات، يعني بتبقى شيء بشع وشيء صعب، معيشه مستحيله. فهي ساعات تقول لي بيتعاطى المخدرات، لا خلاص هنقف. واذكر في احدى الحالات عرضت على المكتب، كان الزوج بيتعاطى المخدرات وشكله وحش قدام الاولاد، فهي بتقول لي انا قعدت محروجه من شكله، محرجه منه قدام الاولاد، شكله مش حلو، يعني بيقعد وحالته الصحيه مش حلوه وظروفه وحشه واصدقائه وحشين، بييجوا يندهوا عليه بطريقه وحشه، فهي طلبت الطلاق. الحقيقه تواصلت معاه، وبعد الدخول في بعض المشاكل القضائيه، يعني برضه مشينا المسيره القضائيه، اسرته وهو قعدوا معايا وطلبنا ان احنا هنتطلق. فهو زعلان يقول لها انا ما سيبكيش، انت الحاجه الوحيده الحلوه في حياتي. قالت له وانا هستناك 5 سنين من النهارده، انا هقعد استناك. قلت لها انت جدعه. كانت بتعبر عن المرأة المصرية الأصيلة. قالت له هستناك بس ما ترجعليش وانت بتاع مخدرات تاني، شكلك وحش، اولادنا كبروا مش عايزاهم يشوفوك كده. فدي من الدوافع او من المشاكل الأسرية اللي بنضطر ما بلجأش فيها لأي حلول بديلة. طب ايه الحلول البديلة اللي بلجأ لها؟ طالما في طلاق لازم ألجأ لدكتور نفسي أو إرشاد أسري، خاصة لما يكون في أولاد. بالظبط. حضرتك قول لها طب يعني معلش يمكن الموجة بينكم في تشويش، أني لا أسمعك، فنروح لدكتور نفسي أو نروح لإرشاد أسري يبدأ يفسر لنا هو بيتصرف كده ليه. طب نجح الأمر ده؟ نجح في حالات كتير عندي، نجح
بيبدا الارشاد الاسري ده علم وموجود وله اخصائيين وله ناس موجوده كتير على مستوى علمي جيد، يعني وصلوا لدرجه الدكتوراه فاهمين الاليات دي، فبيبداوا يتدخلوا بين الزوجين يصلحوا الآلية اللي جواهم، يصلحوا فكرهم، يبداوا يسمعوا بعض. صدقيني يا استاذه لو سمعوا بعض هيبداوا يحلوا نص المشاكل اللي بينهم. بس ده لو كل طرف حكى الحقيقه فعلا كامله مش من وجهه نظره. اصل انت عند دكتورك النفسي، انت عند الثيرابي، مش كل الناس عندها الاستعداد ان هي تفصح، هو ده اللي ان هي تعترف بخطأها. صح يعني. بالظبط. بس هو بيبدا يفسر ان الشخص ده عندي، ده خلاص توكسيك، مش هنقدر نكمل معاه، ده مفيش امل في اصلاح، بس مش انا كمحامي، ده مش دوري، في دكاتره لكده. طب ده بالنسبه للطلاق، طب ايه الفرق بين الطلاق والخلع؟ الحقيقه لما بنوصل خلاص غلقت دون ابواب، لازم هنوصل لمرحله انا غالبا بلجا الى الحلول الوديه. احب قوي نقعد، هو ما اخذ البنت دي اخذها من ايد راجل من بيت، طب ما نرجعها امساك بمعروف او تسريح باحسان، طب ما نقعد. يعني انا اميل للحلول دي دايما، واطلب الخصم واطلب والدها واطلب اخوها، اطلب محاميه او محامي الزوجه، يعني الطرف الاخر اطلبه، استاذنك نقعد مع بعض نتكلم نحاول نحل الاشكال ده، طب عشان حتى لو ما فيش اولاد تبقى بينا حاجه كويسه. يعني افرض حضرتك انفصلوا بعد سنه 2، هو حب يتزوج، حبوا يسالوا عليه يقولوا والله كان راجل مؤدب كان محترم، انفصلوا بذوق. خدت بال حضرتك؟ والعكس لو هي انفصلت تسال عنها تقول ان هي كويسه. فعايز اقول اثار الاجتماعيه للانفصال لما يكون بالذوق او بالاخلاق او على المبادئ الاسلاميه او اللي وردت في القران الكريم تبقى رائعه، بيبقوا الاثنين انفصلوا لكن بيحترموا بعض، في اولاد او ما فيش اولاد. طب في الجانب القانوني في حته الطلاق والخلع، هل في فرق ما بينهم؟ طبعا اكيد الفرق بينهم لدرجه الفقهاء يعني بيقولوا ان الخلع لا يعد من الطلاقات، يعني هو يعتبر طريقه للفض العلاقه الزوجيه، لا تعد من الثلاثه، لكن هو مش هنخش في الراي الفقهي، ده امر للساده العلماء الشريعه الاسلاميه. ما فيش فرق قانوني ما بين ده وده؟ لا في فرق في الحقوق طبعا او اي حاجه. لا طبعا في فرق كبير. الطلاق بتبدا ترفع هي طلاق، بيبقى بيقول السبب من جانب الزوج او من جانب الزوجه، او ما بيخش الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين او لجنه فض المنازعات، لجنه لم شمل الاسره في الازهر الشريف. الحقيقه الدوله لم تألو جهدا فجعلت في الازهر الشريف لجنه اسمها لجنه لم شمل الاسره، بيروحوا يحكوا واللي بتحال اليهم القضيه سواء من المحكمه او بيلجأوا لها مباشره، يعني السبيل مفتوح وموجوده في كل محافظه، يقدروا يروحوا. انما الحقوق هي واحده، يعني امتى بيوافق على الخلع يا استاذ علي؟ بتكلم دلوقتي الآلية نفسها بتاعت الفض. تمام. خلاص اختلفنا، عايزين نفض قبل ما نروح، الدولة هيئت الآلية لفض المنازعات بطرق قبل ما نخش المحكمة، فجعلت لجنة اسمها لجنة فض منازعات الأسرة، دي موجودة في كل محكمة، إجباري لازم نروح لها، ده من سنة 2000 لازم نروح نفض المنازعات هناك. في اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي بيقعد يسمع من الطرفين ويحاول يرقب الصدع ما بينهم ويلم شمل الاسره تاني. وفي لجان في الازهر، واحيانا القاضي بيودي لهم القضيه. نيجي للفروق القانونيه بين الخلع والطلاق. الخلع في الزوجه بتطلب من زوجها الطلاق بألا تنكر عليه خلقا ولا دين، هي مش لاقيه فيه اي مشكله، هي بتقول انا عايزه اتطلق لان انا ببغضك، مش قادره اكمل المشوار ده، انت راجل كويس، انت تمام ما عندكش اي مشكله، بس انا مش قادر اكمل الحياه دي، فانا عايز انزل في المحطه دي ومش هنكمل مع بعض، فبتبدا تفتدي نفسها. ده له اصل في الشريعه ان يعني هي بتفتدي بترد عليه المهر، بتتنازل عن حقوقها. احنا بنقول حقوقها لكن هي بدايه من اول المهر اللي قبضته. يعني في الطلاق بتتنازل زي الخلع؟ لا الطلاق بتحتفظ بكامل حقوقها. لا يا انما انا بتكلم على الخلع، ان الخلع بتتنازل عن الحقوق اللي هي كانت معاها، وبترد عليه المهر الحقيقي بداية من المهر اصلا اللي كانت واخداه ايوه يوم كتب الكتاب او عقد القران. فطبعا حصل خلافات ما بين الفقهاء وما بين القضاء، فيعني ناس قالوا الشبكه من ضمن المهر، ناس قالوا لا الشبكه هديه، بدا الناس اللي هي الذهب اللي بيعطى عند الخطوبه قانونا، في ناس بداوا يتكلموا عن قائمه المنقولات. قانونا الناس بيتكلموا في قائمه المنقولات، هل هي ضمن المهر المفروض ترده ولا ما هيش ضمن المهر المفروض ترده في الخلع؟ لكن في الطلاق لا، الوضع مختلف، هي بتطلق وبتحتفظ بكامل حقوقها. حقوقها ايه بقى؟ حقوقها لها حق في نفقه الزوجيه اثناء فتره الخلافات دي، طالما ما حدثش الطلاق دي اسمها نفقه زوجيه، بتاخد نفقتها. بعد ما بتطلق لها نفقه عده، حد ادنى 3 شهور وممكن توصل لسنه اذا هي قالت الكلام ده. حضرتك لها حق في المتعه. ايه هي نفقه المتعه؟ يعني خلينا نقولها ببساطه كده، لها سند في القران الكريم: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهي من باب الاحسان. طب القضاء بيحكم بيه
بيحكم بيه. بتبقى قد ايه مده نفقه المتعه؟ بيبقى زي ما يعني 3 شهور؟ انا هحكي الغالب الاعم، لكن حصل عندي استثناء. كنا امام الدايره 57 اسره اسكندريه، كانتش بتحكم برقم، ما بتحكمش بعدد شهور. يعني هو المعمول بيه عمليا ان هو نفقه الزوجيه بتاعتها مثلا 3000 جنيه في الشهر، فبيحكم لها حد ادنى مثلا 24 شهر سنتين، وحد اقصى 5. ده معدل كده بسيط بنقول. لكن كان عندي دايره في اسكندريه بتقول لا، هي اللي هي نفقه المتعه اللي هي يعني يسموها ترضيه لها، مكافاه نهايه الخدمه، حاجه بيديها لها تعويضا عن الزوجيه. كان بيحكم برقم 300,000 500,000. كان في دايره انما بتعمل ما كده. بتتحسبش بقيمه شهور معينه. هو في الغالب الاعم المعمول بيه عدد شهور من عدد نفقه الزوجيه. ايوه، نفقه 60 شهر 40 60 شهر، اقصاها 60. مش اقصى، هي ملهاش معدل، لكن المعمول بيه في المحاكم الحد الادنى 24 وال60 شهر حد اقصى. لكن كان في دايره بتدي مبلغ. طيب عندي دواير حرمت الزوجه من المتعه. كان عندي حكم جميل جدا قال ان هي ما كانتش بتسمع كلام زوجها، وثبت من شهاده الشهود ان هي ما كانتش بتسمع كلامه ولا بتأتمر ازاي بأمره. في شهود على حاجه زي كده؟ الشهود كان الجيران معاهم في نفس السكن، هم عايشين معاهم اقامتهم. في ما انا هقول البيت؟ لحضرتك، كان زوجها يقول لها ما تتكلميش مع الجيران، اسرار بيتي مش عايزها بره. هي كانت بيئه شعبي شويه، فهي كانت تطلع تقعد مع الجيران، يجي راجع من الشغل هي قاعده مع الجيران على البسطه وقاعدين يتكلموا. هناك حصل اثناء ما طلع الحكم اول درجه ادالها نفقه متعه، جه تاني درجه لغى، قال لا ما تاخدش متعه. هي ما كانتش بتأتمر بامره، هي ما كانتش بتسمع كلامه، وفعلا لغى المتعه وما خدتش نفقه متعه. واللي شاهد الجيران اللي هي كانت الجيران بتتكلم معاهم الموجودين الموجودين في العماره يعني دي من الوقائع العمليه اللي لمسناها. ويؤخذ على كلام الشهود ان هو يعني حقيقه طبعا فعلا؟ طبعا. اصل القاضي بيقتنع. خلي بال حضرتك الشهاده ازاي امام يقتنع؟ القاضي. طب ما هم ممكن يكون كلامهم مش حقيقي، يعني ممكن يكونوا في مايلين صف لماء الزوج او اقول في صف لحضرتك الزوج. حاجه ودايما ارددها يعني. حضرت تحقيق امام احد الساده القضاه الاجلاء، هم طبعا عندهم فطنه لانه بيكونوا قضوا فتره كبيره في النيابه. فلقيت القاضي قبل ما يبدا التحقيق يقوم قايل للشاهد قول ورايا استغفر الله العظيم. يقوم قال استغفر الله العظيم، يقول له قول تاني استغفر الله العظيم، يقول تاني استغفر الله العظيم، يقول له قول 3 استغفر الله العظيم. يقوم قايل يقول له قول والله العظيم اقول الحق. عايز اقول لحضرتك حاجه، ساعه ما بتبقى في القسم ده وتحت القسم ده لا يمكن تكذب. الحق بينطق لوحده. انا بجد في نفسي وانا قاعد اسمع الناس بتقوله لا هو بينطق بالحق، بيبقى شخص مختلف، لان سبحان الله هو بيبقى تحت القسم. بس ما بتحصلش يا استاذه الكذب علاء ان أكيد هم ممكن يكون بيبقى لا، فيه الكذب طبعاً له استثناءات. مهارات يعني. اللي انا هو بتكلم بقى على اللي حد حضرناه يعني. محترف شهادات. مش قوي، لان برضو شهود الاسره دايما بيبقى ايه، خال، عم، الدايره المقربه ما هو لازم يكون عالم للزوجين. ببواطن الامور. ما انت هتجيب واحد من الشارع يقول لك بس أنا مش هو عارف. طبيعي اهل الزوج هيكونوا في صف الزوج، اهل الزوجه هيكونوا في. ازاي نحكم بالعدل في حاله زي دي؟ ما هو ده طبيعي. والله هحكي لحضرتك حاجه. في احدى القضايا كان زوجه بتطلق من زوجها للهجر، انه سافر بره، وقاعده تقول له تعالى انا عايزاك في حياتي، ما ينفعش تبقى بره وبتاع. قال لا والله انا ما صدقت وصلت دوله اوروبيه ومش عارف اخرج وجوازي ضايع وانا يعني لاجئ وقصه بقى. احدى الدول الاوروبيه، فقالت له لا تعالى وكده. فالمهم حصل مشاكل وطلبت الطلاق من الدايره، رفعت امرها الى القضاء. اللي شاهد خالها، وانا كنت موجود في اليوم ده، فلقيت خالها قال والله هما الاثنين ظلموا بعض. هما كانوا عايشين والدنيا ماشيه، هي الحياه ضيقه في هذا النت، هما الاثنين حطوا افكارهم طب سافر اوروبا ونجيب فلوس ونطور حياتنا ونبني بيت وبتاع. فهم الاثنين ظلموا بعض. هو راح لا عارف يجي لها ولا هي عارفه تروح له، فيتجوز هناك. ما اعرفش هو اتجوز هو ولا لا، لكن يعني وقع هو الطلاق الله ما بينهم. أعلم قال لي فعلاً دي. الاثنين ظلموا بعض والله، لان حصل السفر ده او كده. فعليك هتقولي الشهود بيقولوا الحق او الباطل. يعني هو طبعا كل نفس بما كسبت رهينه، هو كل واحد مسؤول على طب اللي احنا لو أستاذ رجعنا علاء، اتفضلي يعني. استاذ علاء، السؤال الاهم تاثير قائمه المنقولات الزوجيه في حاله الطلاق او في حاله الخلع. القايمه بنعمل فيها ايه؟ قايمه المنقولات منفصله تماما عن الخلع وعن الطلاق. القايمه هي حق للزوجه. وخلينا نرجع ايه اصل قايمه المنقولات. هي دي الصخره اللي تحطمت عليها كثير من الزواجات في مصر. يعني ليله كتب الكتاب يقول له اصل جيت امضي على القايمه لقيت القايمه كذا رحت ما مضيتش، وتقول له عشان خاطري امضي عايزين نمشي الجواز، حماه يقول له والنبي يا ابني عشان خاطري امضي على القايمه. ايه قصه القايمه؟ عايزين نحكيها لان دي يعني امر مهم نبصر بيه الشباب والبنات. قايمه المفترض ان حضرتك رايح تتجوز واحده، حضرتك بتمهرها مهر. ده الاصل في الدين. يقول لك انا عايز اتجوز شرعي، بتعطيها مهر. المهر ده قد ايه؟
كتير او قليل حسب ما هي ترتضي. بيتحدد على اساس ايه؟ على اي معيار، على اساس حياته هو أعطاهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. مش قنطار قطن، ده قنطار ذهب، يعني يعدي النهارده 7 مليار جنيه. فهي براحتها بتقبل المهر اللي هي تقبله، اللي هي عايزاه لنفسها، اللي هي بترتضيه لنفسها، واللي مثلها هي اللي هي ترتضيه. تقول له انا عايزه 200 جرام ذهب، عايزه 100 جرام ذهب، وعايزه مهر نص مليون جنيه، ده حقها تاخده خالص لنفسها. ده يتكتب في القايمه يا فندم؟ ملوش دعوه بالقايمه، انا بتكلم الزواج الشرعي. بس في ناس بيكتبوا اوقات الشبكه بقى فعلا. ما انا هكمل لحضرتك، يعني ما انا هتكلم حضرتك جت منين القايمه. هم الناس ليه سيئه السمعه؟ مصر احنا مجتمع بنتعاون، فقير، مش يعني بنتعاون مع بعض. فهي بتقول له بدل ما تديني مهر انا هكتفي بس بالشبكه او خاتم وسلسله وبتاع حاجه ب50,000 ب100,000، وخلينا نجهز بيت الزوجيه. الاصل مين اللي مفترض يجهز بيت الزوجيه؟ الزوج، من الشوكه للدولاب. يعني اصلا في الدين المفروض ما فيش تقاسم بين الزوج والزوجه، الزوج هو اللي مسؤول ان هو يجهز كل حاجه، بيته بالكامل، وهي تيجي بشنطه هدومها. رساله للازواج. اكيد حضرتك، ده الاصل في الدين. ما انت عايز الدين ما تاخدش منه جزء وتسيب جزء، الاصل جهز بيتك بالكامل. حضرتك كده انتهت القصه، وطبقا لامكانياته برضه. يعني هو في نفس الوقت نعم ما اختلفناش. يعني هو في احيانا بيبقى التوقعات او المتطلبات اللي ممكن تكون الزوجه عايزاها عشان ما نخوفش الرجاله. احيانا بتبقى زياده عن اللزوم، فبالتالي هي بتضطر ان هي تشارك احيانا. انا عايزين يعني اذا كانوا هم مختلفين في التجهيزات، امال يعملوا ايه؟ ما تمشي خلاص بقى يبقى الموضوع من الاول يعني. فهم انا عايز اقول ان ده الاصل. طب اللي بيحصل في الواقع العملي ايه؟ ان هو مش معاه يجهز البيت بالكامل، فتقول له طب مهري خلينا نتشارك بيه. بالعكس بقى، هي بتجيب من بيت والدها او من عملها الاجهزه الكهربائيه والمطبخ والبوتاجاز والستاير والمفروشات وبتاع، يعني هي جابت من بيت والدها. يبقى اما بيجي يكتب قائمه منقولات، النص اللي جابه، الغرف اللي جابها او عدد الاجهزه او التجهيز اللي عمله حضرتك، ده يعتبر مهرها. هو المفروض كانت هتاخده كاش ويجيب ده. طب هي جابت من بيت والدها حاجات كمان ضافتها على المنزل، فحضرتك ده حقها، ما انا مش بديها لك واديك عليها عفش. فمن هنا جت القايمه، ان هو استغل هذه او استلم هذه المنقولات على سبيل عاريه الاستعمال. يعني هي موجوده في البيت، ده لفظها القانوني، ده لفظها القانوني اسمه عاريه الاستعمال، وده عقد من عقود الامانه بالماده 241 حضرتك من قانون العقوبات، اسمها عاريه الاستعمال. يعني ايه عاريه الاستعمال؟ يعني موجوده هنا وبنستعملها انا وانتي، زي ما بتستلف مني عربيتي، دي اسمها عاريه استعمال. يعني ده قانونا حقه ان هو يكتب قايمه ان هو جايب كذا، وهي الزوجه تكتب القايمه. حق الزوجه تكتب القايمه طالما جابت منقولات من بيت اهلها. مش بيحصل ان هي بتجيب الاجهزه والكلام ده وهو اللي جابه من غرف، اصبح ده مهرها. بعد الطلاق او الخلع بيبقى من حق مين القايمه؟ الزوجه قولا واحدا، كل المعمول به قضاء. بغض النظر عن طلاق او خلع، هي ممكن تطالب بيها في اي وقت، في اي وقت يعني. حتى لو الزواج قائم هي برضه اصل الزواج قائم واحنا متراضيين، ما احنا بنصحى الصبح نستعمل اوضه النوم. احيانا بيحصل مشاكل فعلا، وحالات بتتحكي ان بتبقى زوجه رافعه قضيه على قائمه المنقولات الزوجيه وهي لسه وهم على عايشين مع بعض. صحيح، ما هو حقهم. ما ده على فكره ده المعمول به في اغلب مكاتب المحاماه، يعني مش دي حالات، ده هو 90% من الحالات. طالما وصلنا للقضاء يعني ما انا ببدا عايز اجيبه يقعد معايا على ترابيزه التفاوض. في حاله ثانيه كمان، شكيب القايمه. في حالات ثانيه احيانا كمان بتتحكي ان ممكن ما يكونش فيه قايمه اصلا، والزوجه بتروح بترفع قضيه بالايصالات اللي تم شراء بيها الحاجه. يعني حتى ممكن يكون الزوج مش ماضي قايمه وبيترفع عليه قضيه قايمه، دي برضو بيحصل حاجه زي كده طيب القضاء بياخد فيها اجراء. هحكي لحضرتك حاجه. القاعده الاصليه بين الزوجين ايه؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ده الاصل. انت حضرتك يبقى انت لو انت اخدت زوجه بتدعي باطل، حضرتك يبقى انت اخطات في اختيار الشخص، وهي لو اختارت راجل اكل حقوق يبقى هي اخطات برضو في بالزبط. في اختيار الشخص القوام على بيته اذا كان هو بيكذب في الكلام ده. طيب حضرتك بالنسبه لاي بتصير نقطه قانونيه اللي هو بتاخد حقها في قايمه المنقولات دون وجود قايمه منقولات مكتوبه. دي الحقيقه عملناها وانا عملتها في احدى محافظات الوجه البحري، ان حضرتك نزلت عملت محضر شرطه وبيجي فرد شرطه بيجرد منقولات الزوجيه، وبتبقى دي منقولات الزوجيه، لان مفترض ان المنقولات اللي موجوده في شقه الزوجيه هي ملك للزوجه. يعني حتى هي دلوقتي القايمه هي مش هي السبب الوحيد، علشان الناس اللي ممكن تكون متخوفه منها او مش متخوفه منها او بتاخدها احتياطي، مش هو ده الاجراء الثابت ان بيترفع بيها عشان يسترد بيها الحقوق، صح؟ حضرتك يعني عايزين نقول ان وجودها
هي ضمانه مش ضمانه. يعني كان في احد الساده كده من فتره طلع ترند قام قايل لك ايه، من يؤتمن على العرض يؤتمن على المال، على ومن لا المال. يؤتمن على وقام عاملها. الحقيقه في كتير من العلماء هاجموه، وانا كمحامي هاجمته. يعني انا ما حبيتش كده. ليه؟ ده حق البنت. انت مش عارف هي امتى هتعوز القايمه دي. اصل مش هتعوزها وانت عايش. انت كأب لو عايش انت هتقعد مع جوز بنتك وهتحل معاه راجل لراجل كده، تعالى يا ابني احنا اختلفنا، خد كذا هات كذا ونخلص، وفرقها بسيط، لان هي الخراب مش اكتر من خراب البيت بالظبط. والاولاد وايه وايه. لكن حضرتك لما بتيجي تختلف مع واحد في الحياه العمليه، انت بتعمل القايمه دي للبنت لما لا قدر الاب مش موجود، تبقى هو دي سندها، ورقه تقدر تطالب بيه. لكن الاب لو موجود هو يقدر ينزل يخلص مشكلته مع بنته. استاذ علاء، محتاجين نعرف الزوجه ايه الحقوق الماديه بعد الطلاق. ايه حقوقها الماديه بعد الطلاق في الطلاق في غير حاله الخلع. الخلع هي بتنازع عن كل حاجه. في حاله الطلاق في الخلع هي بتنازع عن كل حاجه فليس لها حقوق. انما في حاله الطلاق اول نفقه تستحقها نفقه الزوجيه عن مده الزوجيه لحد تاريخ الطلاق. بعد تاريخ الطلاق تبدا بعدها نفقه اسمها نفقه العده، من 3 شهور اقلهم 3 قروء الى سنه اقصاها بيحكم بها القاضي، ثم نفقه المتعه. شهر من ايه بالظبط؟ شهر من تاريخ المرتب الطلاق. بتاع الزوج ولا شهر؟ انت بتسالني كده القيمة نفسها. ما احنا بنتكلم على نفقه الزوجيه ازاي تقدر. بالظبط. نفقه الزوجيه الحقيقه بترفع قضيه امام القاضي وبتستدل قدام القاضي، تقول ان هو ميسور وحالته كويسه وما بينفقش عليه. فيبدا القاضي يستدل بعده مصادر، ممكن تحريات مباحث. لو موظف تبقى جميل جدا، يعني موظفين الدوله كلهم بيجيب مفردات مرتب وبنحطها. التحريات بتوصل للحقيقه، ما بيحصلش تلاعب في مصادر دخل الزوج، فالزوجه ما هنفترض تاخدش الصح اي حاجه يا خالص. أستاذ. لا بس الواقع بقى، احنا الواقع بنتكلم عن الواقع دلوقتي. احنا بنتكلم يا الواقع ان الازواج فعلا بعض الازواج بيعملوا كده. لا الى حد كبير بتبقى صحيحه، ما نقدرش مش صحيحه لو الزوج هو خصوصا فعلا المسؤول. مفردات المرتب دي بيبقى نسبه بتبقى كبيره مش سهلة المرتب بالنسبة له. الحقيقي. يعني بيبقى في حوافز، في بدلات، في حاجات مش جايه في مفردات المرتب. ما هو القاضي اللي هي اصلا كل القاضي بيبقى برضو فاطن، عارف، حصيف، مر عليه الامر، فبيبدا يفرض النفقات بناء على المرتب. جه ما هو ممكن يحكم بنصه. طب ازاي الزوج هيعيش بالنص التاني؟ بس هو المفروض ما يزيدش عن تلته، لكن حضرتك فرض ان هو بدا يفرض عليه وياخد تلت دخل الزوج المفروض. لكن الاحكام ما بنشوفهاش كده. انت حاطط مفردات مرتبك 7000 جنيه، بتلاقي فرض نفقه 2000 جنيه 3000 جنيه. هو خلاص شايف ان ده احتياجه. ما هو القاضي بيقدر النفقات ازاي؟ بمقدار يسار الاب، ده بالنسبه للزوجه او للاطفال كمان، عشان لو تسالنا على الاطفال، لو عندها ومقدار احتياج الصغير. يعني مقدار يسار الاب ومقدار احتياج الصغير. هو لا مال له، احتبسه التعليم، فبيبدا يفرض عليه نفقات بهذا الشكل، اللي هي الاموال او الاليه بتاعه يخصم من مرتب الزوج. طيب كتير من العاملين او الازواج مش قطاع حكومي او قطاع اعمال، حر او قطاع خاص او مسافر بره، وده كتير قوي بيبقى موجود بره. فبنلجا لايه؟ وسيلتين، يا اما تحريات المباحث، يا اما حاجه شهاده الشهود، او حاجه اسمها شاهد يسار. شاهد يسار بيجي شاهد بيقف قدام القاضي، بيقوم قايل والله انا يقسم اليمين وانا اعرف ان هو دخله قد كده لانه مقيم بره. طبعا اذا استطعت. بناء على ايه الشاهد ده يكون كلامه واقعي، او ايه شاهد اليسار المختلف عن الشاهد العادي؟ شفناه شاهد بيجيبوا الزوجه بيقول لك لسماع شاهد اليسار، فشفناه. لكن هو المفروض بتحل التحقيق، فبنثبت هي لو معاها قرائن، صوره عقده في السعوديه، تاشيرات الخروج والدخول، تاشيرات او شهاده تحركات انه بيلف في بلاد اوروبيه، ما ده دليل على انه ثري او انه جيد. ولو ما بتقدرش تتحصل على كل ده حقها يضيع في القانون ولا ازاي تقدر تاخده؟ بيقوم يقدر لها نفقه، والدوله لا تألو جهدا. هي مش قوي لكن كويس ان حضرتك حكم النفقه لما يطلع وما تقدرش تحصل عليه من الزوج، بتلجأ الى بنك ناصر الاجتماعي، فبتقدم الصيغه التنفيذيه لبنك ناصر الاجتماعي وبيصرف لها زي معونه شهريه مبلغ، وبيبدأ هو يحصل من الزوج بعد كده، وبيجري وراه وبيحبسه بنك ناصر. فده موجود ونظام قائم. المبلغ مش ضخم، لكن نأمل لأنه طبعا بنك اجتماعي يعني ونسبة كبيرة وبيأدي، لكن موجود، الآلية موجودة. قبل للتطوير والتحسين، قبل للتطوير والتحسين جيدة، الآلية جيدة. يعني المشرع أو الدولة لما وضعت الآلية دي هي رائعة، بتسند الأسرة، بتبدأ تاخد هي من البنك، تتعامل مع البنك فقط، ملهاش دعوة يخصم من مرتبه، يخصم منه، يحجز عليه لما يجي يعمل أي إجراء. طب هي بيديله مبلغ صغير، الفرق ده بتاخد الصيغة التنفيذية مرة تانية وبتبدأ تحجز عليه بالحجز التنفيذي المباشر على الزوج لتحصيل مستحقاتها من النفقات.
الموضوع يعني طويل شيق يطول محتاج. ويطول الكلام فيه، يعني اصلا ما يكفوش حلقه واحده يتهيألي. خلينا نقول حاجه فيه. مم. الاب خلينا اوجه له صرخه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي حقيقة. حضرتك اولادك مش معنى انك طلقت زوجتك او تخلصت منها او انفضت عرى الزوجيه بينك وبينها تقوم تشحن الاولاد او الاولاد يدفعوا الضريبه دي. حقيقي. اولادك اولى بيك واولى بمالك واولى برعايتك. وبنصح الام ما تفضلش تزكي في الاولاد روح العداء مع الاب، ما تقدرش تقول ده كان بيضربني، ده هي كان اللي هتحصد ده في الاخر يعني. والله الولاد يعني للاسف هم اللي للأسف بيحصدوا هم كل اللي حاجه. الاطفال ايوه ولا ده هو كله ولا هي. ترسبات في نفسهم. للاسف الطلاق قرار مش سهل، لكن الاصعب اننا ناخده من غير ما نعرف حقوقنا وواجباتنا. المفروض القانون موجود عشان يحمي الطرفين. خليني دايما افكركم ان مفيش حد بيكسب من الخصام الطويل، لكن الكل بيكسب لما يكون في احترام، زي ما ربنا امرنا: امساك بمعروف او تسريح باحسان. وفي النهايه الطلاق مش نهايه، لكن بدايه مرحله محتاجه وعي بالقانون والحقوق. ولو كل طرف عرف اللي ليه واللي عليه، الخلاف عمره ما يوصل للنزاع. نتمنى نكون وضحنا الصوره وفاكرين دايما ان المشكله مش الخلاف لكن طريقه التعامل معاه. شكرا لضيفنا المستشار علاء، اهلا بيك. وشكرا شكراً لحضرتك. لمتابعتكم، واستنونا في حلقه جديده من وسط الدقيقه.